كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل القطايف في الاير فراير اللي محيرة كتير منكم. مجموعة بيقولوا بتطلع معاهم ناشفة جدا ما ينفعش تتاكل خالص وعايزينها تكون طرية، ومجموعة تانية بيقولوا بتطلع معاهم طرية جدا وعايزينها تكون مقرمشة. انا النهاردة هردي كل الاطراف وهعملها معاكم مرتين بطريقتين، هعملها تطلع مقرمشة وهعملها تطلع طرية، وانت اختاري الطريقة اللي تعجبك واعمليها. وزي ما متعودين هنجربها برضو هي لسه فريش وطرية، وهنجربها وهي مجمدة في الفريزر وتطلع على القلاية على طول. ولو اول مرة تشوفيني، انا قناة سو لايف مهتمية بوصفات الاير فراير والمايكرويف. ما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة. ويلا بينا نعمل القطايف. جايباها فريش طبعا ومغطياها زي ما انت شايفة عشان ما تنشفش مني، لان لو نشفت مش هتقفل كويس معاكي. ومعايا شوية من ميكس الجبن عشان هعمل كمان قطايف حادقة، بس حاولي الجبنة الرومي تكون فيها ازيد، او اي جبنة حادقة تكون ازيد شوية عشان ما تطلعش طعمها دلع. والقطايف الحلوة هعملها بالمكسرات والفول السوداني، وحطيت عليهم شوية جوز هند وشوية زبيب، وممكن تعمليها بالفول السوداني والزبيب والجوز الهند بس. انا في الغالب في اي حشوة مكسرات او فول سوداني بحط عليها معلقة من العسل عشان تمسك نفسها شوية تربط نفسها، لكن في القطايف هنا مش هحط شربات او عسل عشان القطايف ما تحجرش منك. البديل هنا هحط معلقة سكر عليهم رشة فانيليا، وكمان هحط معلقة من السمنة البلدي السايحة، هتقوم بنفس الدور بتاع معلقة العسل لكن مش هتخليها محجرة، واخلطهم مع بعض كده. الخطوة دي مهمة جدا عشان وانتي بتاكلي القطايف ما تلاقيش الحشو بيقع منك كده وبيفرط، لا يبقى متماسك شوية مع بعض. شايفة بالمنظر ده هتحسي انها مندية شوية، وكمان معلقة السمنة البلدي هتدي الحشوة تست حلوة قوي. وكده الحشوة جاهزة معايا، وهبدأ كده احشي القطايف واقفل كويس جدا. كلنا طبعا عارفين بنحشي القطايف ازاي، بس انا بقول للبنات اللي لسه مبتدئة هاخد الكمية اللي انا هعملها معاكم دلوقتي في الاير فراير وهي لسه طرية وفريش، والباقي هشيلهم في علب في الفريزر او حطيه في كيس اللي هو سهل الغلق عشان برضو تفتحي تاخدي الكمية اللي انت عايزاها وتقفلي عليه تاني. انا مش عامله كميه كبيره، تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها وتفرزيها. تقدري تنوعي في الحشوات، في مهلبيه في حشوات كتير قوي للقطايف تقدري تنوعي فيها. لو انت مستعجله وعايزه حاجه جاهزه عندك هتطلعي القطايف من الفريزر وتدخليها على طول في الاير فراير وهم مجمدين. المهم دلوقتي انا حطيت القطايف اللي هي لسه طريه تدهنيها كويس بالزيت. انا مش حاطه كميه زيت كتير، لكن هوزع الزيت كويس زي ما انا بعمل كده بالفرشه. بلاش بختين زيت خفاف كده عشان ما تطلعش ناشفه ومحجره معاكي. دهنتها من ناحيه وهقلبها دهنه من الناحيه التانية. وزي ما انتم شايفين انا تحت الشبكه حاطه ورقه زبده عشان لو في اي زيت ينزل عليها. القطايف دي زي ما قلت لكم هعملها المره دي تطلع مقرمشه بس مش ناشفه لدرجه انها ما تتاكلش. انا هظبط درجه الحراره على 200 لمده 10 دقائق، وفتحت عليها بعد 8 دقائق. شايفه اخدت لون ازاي بالمنظر ده، بس لسه مش اخده اللون اللي انا عايزاه قوي. هقلبها الناحيه التانية واخليها تكمل ال10 دقائق. حسيت برضو ان انا لسه عايزه اديها لون اكتر، زودت دقيقتين برضو على درجه حراره 200، يعني كده اخدت 12 دقيقه على درجه حراره 200 وطلعت بالشكل اللي انت شايفاه ده. لونها ذهبي ومقرمشه معاكي اهي. بلاش تقللي درجه الحراره عن 200 عشان كل ما هتقللي درجة الحرارة كل ما هتنشف معاكي أكتر، لأن القطايف دي عجينة، كل ما تهدي درجة الحرارة هتتحمص معاكي وهتنشف كأنك بتحمصي العيش بالظبط. وتاني أهم حاجة شربات الحلويات. شربات الحلويات ده هو السر في إن هي تطلع معاكي مقرمشة أو تطلع طرية. عايزاها مقرمشة هتخرجيها وهي سخنة تنزليها في شربات تقيل وبارد. عايزاها طرية نزليها في شربات خفيف ودافي مش بارد، يعني دفي الشربات شوية ما تحطهوش بارد. في حاجة تانية ممكن لو عايزاها طرية تغطيها بعد ما تخرج، يعني بعد ما تحطيها في الشربات وتطلعها من الشربات غطيها هتطرى معاكي. وهنعملها كمان دلوقتي بطريقة تانية جوه الاير فراير هتخليها تطلع طرية وكمان بعسل قليل. تابعي الفيديو للاخر عشان تشوفي الطريقة التانية، وهقولك ازاي لو انت عملتي القطايف بطريقة غلط وطلعت ناشفة معاكي ومحجرة مش هنرميها طبعا. هقولك ازاي تعالجي الموضوع وتخليها تاني طرية وفريش كأنها لسه طالعة من الاير فراير. ودي القطايف المقرمشة، سامعة صوتها عجبتني جدا ولونها جميل وطعمها حلو، والقرمشة بتاعتها مش ناشفة قوي. انا عشان عامله كميه صغيره ما حطيتهاش في مصفى، لكن انتي لو عامله كميه كبيره تطلعيهم على مصفى عشان العسل الزياده يتصفى. ودي القطايف اللي بالجبنه برضو حلوه طبعا، دي ما نحطهاش في عسل ولا اي حاجه، هي بس مقليه. وشايفه طريه ازاي. خلي بالك الحشوه اللي جوه بتفرق برضو في ان تكون القطايف طريه ولا لا، يعني اللي بالجبن دي كانت اطرى كمان من اللي فيها مكسرات، واللي بالمهلبيه برضو بتبقى اطرى من اللي فيها مكسرات. ودلوقتي طلعت القطايف اللي كنا فرزناها مع بعض، هتحطيها على طول وهي متجمده بالشكل ده، ما تسيبهاش تفك.
وادهنيها كويس بالزيت، وزعيه كويس، وممكن برضو بالبخاخه، بس المهم يتوزع كويس. انا عامله القطايف كميه صغيره على قدي، لكن زي ما انت شايفه الشبكه ممكن تاخد معاكي من 8 ل 10 قطايف في المره الواحده. وبرضو هظبط درجه الحراره على 200 لمده 10 دقائق. وهنا بقى التركايه المهمه اللي قلتلك عليها عشان تخلي القطايف طريه. انا فتحت بعد 5 دقائق بس، وجبت الشربات بتاعي عادي خالص، البارد التقيل اللي انا عاملاه عادي، وهدن القطايف بالعسل او بالشربات، وهدخلها تكمل بقيه الوقت. بعد ما خلص ال10 دقايق خرجتها وقلبتها الناحيه التانيه، ودهنتها من الجهه التانيه برضو بالشربات، وهزود 4 دقايق. طبعا دي كانت مجمده، فهتاخد وقت اطول من اللي كانت فريش، هتاخد من 14 دقيقة، ممكن توصل ل 16 دقيقة معاكي عشان تاخد اللون اللي انت حباه. بس في نفس الوقت ما تخافيش ابدا انها تطلع ناشفة، لان الشربات ده القطايف هتشربه، هتبقى طرية جدا زي ما انت عايزة. ولو خايفة الشبكة تكون ملزقة بسبب العسل، ممكن تحطي القطايف على ورقة زبدة او على طبق السيليكون. بس انا حطيتها على الشبكة عادي، وغسلتها بشوية مية سخنة وصابون سائل، ونضفت في ثواني. انا زودت كمان دقيقتين عشان عايزاها تاخد لون اكتر، ودهناها بالشربات عشان تكون طريه، وتقدري تزودي الوقت لغايه ما توصلي للون اللي انت عايزاه. وما تخافيش عليها مش هتنشف، لان انا حاطه عليها العسل خلاص. وممكن تكتفي بالعسل اللي انت حطيتيه، ما تطلعهاش على العسل، خلاص هي هتفضل طريه معاكي. وكده نبقى احنا عملنا القطايف للناس اللي بتحبها مقرمشه، وعملنا القطايف للناس اللي عايزاها طريه. ولو حصل انك غلطتي وعملتي القطايف طلعت مقرمشه معاكي او محجره، او حتى العجينه بتاعتها مش مظبوطه فطلعت ناشفه معاكي، تقدري تعملي الخطوه دي برضو، تدهنيها بالعسل وتحطيها في الاير فراير دقيقتين 3 على درجه حراره 200، هتلاقيها شربت العسل وطرت. وزي ما انت شايفه القطايف طريه جدا ازاي، زي الاسفنج. طبعا انا بحبها مقرمشه، بس انا عملتها بطريقتين عشان تطلع طريه. للناس اللي بيقولوا ان القطايف في الاير فراير بتطلع فاشله ودايما ناشفه ومحجره وما تتاكلش، فحبيت اوريكم ان انت اللي بتتحكمي في القطايف تطلع ناشفه ولا تطلع طريه. بالظبط درجه الحراره والشربات يكون دافي ولا بارد. جربوها وقولوا لي رايكم، وما تنسيش اللايك والشير عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن. ولو أول مرة تشوفيني، أنا قناة سولايف، هتلاقيها عندي قائمة تشغيل الإير فراير، هسيبها لكم في شاشة النهاية وكمان في صندوق الوصف. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة. وأشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.